انا حرفيا دلوقتي تحت الارض. بصوا، من 10 سنين راجل هندي اشترى حتة أرض زراعية يزرع فيها عادي جدا، لكن وهو بيزرع لقى حاجة غريبة، لقى بير. ومش بير عادي، لأ، ده زي ما انتوا شايفين بير جواه مبنى، جواه مسجد. المسجد جوه البير تحت الأرض، متخيلين؟ فتعالوا بينا نعرف قصة البير ده ونعرف قصة المسجد وازاي بننزل له أصلا. يعني بصوا، هو عاملين سلالم مخفية تحت الأرض، فهننزل بسم الله. ده الطريق للمسجد، ده الطريق الوحيد للمسجد، متخيلين؟ أول ما هتنزلوا المكان ده هتلاقوا ان هو مش مجرد مبنى عادي، لا ده مسجد. وطبعا هتقولوا عرفتي منين ان هو مسجد؟ لان في محراب ناحية القبلة وأروقة، ونفس طريقة المساجد اللي بتتبني في الهند، يعني ان هو الأروقة والأرشات اللي هي شكل ده. الفكرة بقى ان انت بتتوضى هنا في البير ده. البير ده عميق جدا، فخلاص بقى انت لو وقعت لازم تبقى ماسك نفسك كويس. وبتنزل هنا من سلالم، والسلالم دي بتوصلك لسلالم اصغر بحيث ان انت تقدر توصل للبير من تحت. وبعدين بتطلع هنا في أروقة للصلاة، والأروقة برضو ملهاش سور. بصوا، يعني أصلا المنظر يخوف ان في بير غويط جدا وفي هنا الرواق بتاع المسجد. انا الصراحة بخاف اصلا من المرتفعات. تعالى كده، انا بخاف جدا من المرتفعات. بصوا المكان كأنه من آلاف السنين. انا مش عارفة المسجد ده اتبنى امتى، لان مفيش معلومات كتيرة عنه على النت. مفيش معلومات تقريبا غير ان هو اسمه المسجد اللي فيه بير، يعني هو اسمه كده المسجد اللي فيه بير. بصوا جنبي، يعني على بعد خطوات في بير عميق. ف انت عارفة الناس اللي صلوا هنا كويسين يا جماعة. انا حرفيا دلوقتي تحت الارض. بصوا يعني، بصوا احنا كنا فين ونزلنا فين. وبعدين هوريكم بقى بقية المسجد. على فكرة في ناس لغاية دلوقتي بتصلي في المسجد عادي جدا، والمسجد شغال، لكن ما بيترفعش منه اذان تقريبا علشان ما فيش حد حوالينا اصلا يسمع الاذان، لانه في منطقة فاضية خالص. هما بيجوا يصلوا هنا. وهوريكم دلوقتي المحراب، يعني عشان يدل ان هو مسجد. شايفين ده المحراب، وزي ما انتم شايفين في ناس حاطين اوريدي سجاجيد الصلاة وسجادة للصلاة، فهو مسجد قائم حتى الان، مش مهجور، عشان محدش يقول لي ده مسجد مهجور يا ياسمين. لا، هو مسجد قائم والناس بتصلي فيه لغاية دلوقتي، والمحراب على القبلة بالظبط. فيعني ما شاء الله المكان روحانيات عالية. المكان مش معروف، مش عارفة قصة المكان ايه بالظبط، لان مفيش يعني كتاب بيقول بالظبط قصة، لكن الناس هنا بيقولوا ان هو كان معمول من ايام ما كان في حكام مسلمين في الهند، وكانوا بيعملوا الاماكن دي يعني في حالة اي مشكلة يبقى في مكان مخبأ وبيبقى على شكل مسجد وكده. بس ده تقريبا المكان الوحيد من نوعه هنا اللي شفته بالشكل ده مستخبي. بالنسبه لي ده تحفه معماريه. يعني انا كواحده درست عماره وكده، بالنسبه لي المكان ده مكان جوهره. مش عارفه هم عملوا المكان تحت الارض ليه، لكن ممكن يكون علشان يستخبوا فيه لو في مشكله او حاجه. انتوا اكتبوا لي في التعليقات يا ترى اعتقادكم هم بنوا المسجد تحت الارض ده ليه. ولو عجبكم النوع ده من الفيديوهات يا جماعه اكتبوا لنا برضو في التعليقات علشان نعمل لكم فيديوهات اكتر من استكشافاتنا في الهند. ومع السلامه. الله أكبر الله أكبر.